اشارات المرور في المانيا معموله عشان الناس تحترمها، ولما تشوفها تقف لها كده تعظيم سلام. ما ينفعش تعدي الشارع لو الاشاره حمراء، اولا عشان ممكن تاخد غرامه. ساعات البوليس بيبقى في حته انت مش شايفها اصلا، ولما بتعدي بيوقفك بعد ما بتعدي ومش بيسيبك يعني. يعني مش بيقول لك قبلها، بس بعد ما بتعدي هتلاقي حد بيوقفك وبياخد منك، بيعمل لك تيكت، بيعمل لك اشتراف تيكت، والمفروض تدفع حاجه اسمها بوس جلد اللي هي الغرامه. ودي بتحصل كتير جدا، بشوفها كتير كتير كتير، خصوصا مع الناس اللي راكبه عجل، لانه بيبقى سايق وعلى سرعه معينه مش عايز يقف عشان الاشاره. وعلى فكره المان بيعملوها، شفتها كتير، فدي مش حاجه كويسه. فبلاش يعني لو انت جاي جديد انك تاخد غرامات ومخالفات، اولا مش حلوه دي لما تيجي بعد كده تقدم على اقامه وجنسيات وحاجات زي كده، وكمان عشان فلوس، يعني انت اكيد مش لاقي فلوسك في الشارع يعني عشان تدفعها لهم غرامات. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، احيانا وانت بتعدي وانت مش واخد بالك ممكن يكون في طفل واقف عند الاشاره، واحيانا الاطفال بيبقوا مشتتين، بيبصوا لنا احنا، بيبصوا للناس اللي بتبقى حواليهم. ولو انت سبقت وعديت والاشاره حمراء وفي عربيه جايه، الطفل ممكن يعدي، ممكن العربيه لا قدر الله يعني تعمل معاه مشكله، ف هتبقى انت المسؤول. فهتحط نفسك يعني في حاجه ما يعلم بها الا ربنا. فبالذات لما بيكون في اطفال كمان بتقف وبتبص وبتلتزم اكتر واكتر، لان هم يعني بالفطره ممكن يعملوا حاجه ويعني وتبقى انت يعني جنائيا بقى يعني. يبقى الموضوع في قصه تانية يعني. فدي حاجه تانية. الحاجه الثالثه بقى ان اشارات المرور هنا في المانيا في كل مكان، في كل مكان، ودي من الحاجات الكويسه بشوفها، يعني حاجه كويسه جدا. احيانا بتبقى ممله لان بيبقى شوارع صغيره، حتى لو شوارع جانبيه بتلاقي فيها اشاره مرور وبتضطر تقف كذا مره عشان توصل مثلا شارع، يعني عشان تعدي شارع كبير. ف يعني انا عندي يمكن بقف 3-4 مرات في الشارع عشان يعني امشي 10 دقائق. فالافضل انك تنزل بدري. حاول بقى تعمل وقت للموضوع ده، انك تنزل بدري بحيث لو حاولت تقف اكتر من مره ما تبقاش متاخر، خصوصا لو بتجري يعني عشان خاطر تلحق اتوبيس ولا قطر ولا اي حاجه من الحاجات دي. ففي النهايه يا جماعه نلتزم بالحاجات دي، بالقوانين، بالاشارات، لان هم دي حياتهم هنا. موضوع انك تلتزم بالقواعد بتاعتهم وبنمط حياتهم، وانك ما تكسرش غيجل غيجل غيجل، دي حاجه مهمه قوي هنا، وهتسهل عليك حياتك يعني. وبس كده. تشاو.